سؤالنا النهاردة تكلم عن الزواج المختلط في القانون المصري باعتباره سبب من أسباب اكتساب الجنسية الطارئة والسؤال ده مهم جدا جدا جدا، وناخد بالنا إن هو حدد القانون المصري. طيب القانون بيقول إيه؟ بيقول فيما معناه كده إن الزوجة الأجنبية اللي اتجوزت واحد مصري بتكتسب الجنسية المصرية، ولكن لازم تقدم طلب، ولازم تكون آه عدى سنتين على الجواز قبل الإعلان. تمام. وفي شرط ده اللي هنتكلم فيه، بس ايه ناخد تفصيلا يعني واحدة واحدة. أولا شروط اكتساب الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية. أول حاجة إعلان الرغبة في اكتساب الجنسية المصرية، لازم بتعلن رغبتها إنها عايزة تدخل في الجنسية المصرية بناء عن إن جوزها مصري، سواء كان جوزها ده وطني أصيل أو متجنس. تمام. حلو جدا. المشرع ما اشترطش لحظة معينة لإبداء رغبتها دي، ولكن لازم يكون قبل ما تبدأ بإعلان الجهة المختصة إنها عايزة تلتحق بالجنسية المصرية، لازم يكون عدى سنتين على تاريخ الزواج، على أساس إن هم يتأكدوا إن هي داخلة يعني مش طمعانة في الجنسية المصرية، وكمان إنها فعلا مندمجة في الجماعة المصرية. تمام. حلو جدا. تاني حاجة استمرار الزوجية سنتين من تاريخ الإعلان، ودي اللي احنا لسه قايلينها. تمام. طيب تالت حاجة إن ما يكونش صدر قرار بحرمان الزوجة دي من التجنس بالجنسية المصرية، لأن أحيانا لو المشرع شايف، أو مش المشرع، هنقول الجهة المختصة شايفة إنها البنت دي أو السيدة دي ما تلتحقش بالجنسية المصرية، فأحيانا ممكن يصدر قرار إن هو مش عايزها في الجنسية المصرية. فلازم عشان تقدم طلب ويتوافق عليه ما يكونش صدر لها قرار بإنها ما تلتحقش بيه الجنسية المصرية. طيب في الحالة دي خلاص قدمت للجهات المختصة ولقوا الشروط متوفرة، بتاخد الجنسية المصرية وبتعتبر متجنسة طارئة، يعني تخضع لفترة الريبة اللي هي فترة الشك. طبعا تاخد الجنسية من وقت صدور القرار بالموافقة إنها تلتحق بالجنسية المصرية. تمام. السؤال ده مهم جدا ناخد بالنا منه، ونتقابل في السؤال اللي بعده إن شاء الله.